مساء الخير، مساء العافية على أحلى وأغلى متابعين. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. وطبعا اليوم أنا سويت سحور، ميني بيتزا، يعني بيتزا حجم الصغير يسموها ميني بيتزا. وراح نشتغل العجينة وشوفوها شلون العجينة هشة. العجينة تنفع جميع يعني المعجنات، للفطائر، البيتزا، خلية النحل. وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. نبدي على بركة الله بالمقادير. طريقة العمل: هنا عندي ضفت 3 أكواب من الطحين، أي نوع طحين عندكم متوفر. هاي 3 أكواب. نضيف عليهم ملعقتين من الروبة تنطيها يعني هشاشة العجينة وتصير بيضة. هاي ملعقتين من الروبة، وأضيف بيضة واحدة. لا تخافون يعني العجينة ما تصير زفرة، البيضة كلش يعني تصير تسوي العجينة حلوة. ملعقة طعام من الخمرة. هنا حبايب يعني أضيف ملعقتين من الزيت. طبعا أنا ضفت ملعقة سكر وضفت ملعقة شاي ملح، بس ما أعرف ليش ما يطالع يعني بالتصوير. هنا أخلط أول مرة الطحين والمواد، وأضيف كوب واحد من مي دافي. الماء متوفر عند العجان، تقدرون تعجنوها بالإيد. أخليها شوية يعجن عجين زين، وبعدين أضيف ملعقة ثالثة من الزيت. هنا أضفت ملعقة، صار 3 ملاعق من الزيت، يعني 2 بالبداية وواحدة بعد ما تعجنوها عجين زين ضيفوها على ما تطلع ناعمة عندكم العجينة. زين جهزت عندي العجينة. القوام مالتها يصير أهم شي لا خفيف كلش ولا قوية. هاي العجينة اللي ما يريد يضيف بيضة عادي، بس البيضة أشوفها يعني كلش تعطي هشاشة العجينة وتصير كلش حلوة. هنا أكورها. طبعا عندي هنا أنا كاسة خلت لها الزيت، وراح أخليها ونغطيها يعني بهذا الكيس مال الأطعمة وأعوفها. المواد هنا عندي زيتون، فلفل بارد، وطماطة. الصلصة هنا منزلها بالقناة أنا مالت البيتزا موجودة، إذا تحبون شوفوها بالفيديوهات. واللحم هنا لحم وبصل حمسته وبهارات. وهذا الجبنة اللي أستعملها دائما يسألوني على الجبن، شنو الجبنة تستعمليها؟ هاي جبنة موزاريلا مبروشة مال كفيل، نوعيتها كل زينة. أخذ يعني هذا الكيس حجمه كبير وأسوي أكياس صغار وأخليه بالمجمدة، دائما أحتاج يعني هذه الشغلات أني. هنا راح نشوف العجينة. وبعد ما اختمرت العجينة وصارت هذا شكلها وتضاعفت، نرفع هذا الكيس من عده. شوفوا العجينة بيها يعني زيت حتى الكيس يطلع نظيف. راح أنزل أطلع الهواء من العجينة. هسه هنا بنات راح أبدي العجينة أخذ يعني كرات صغار، يعني كل ما تصغروها أحسن، لأن هي راح تختمر راح تكبر. لا تسوونها كبار لأن بعدين يصير حجمها كلش كبير، لأن إحنا نريد يعني بيتزا بس حجم صغير. أحسن أنا حبيت يعني اليوم ما أسوي بيتزا كبار، صغار على مود لا تبقى كل واحد يعني قد ما يريد. وتقدرون تحتفظون بيها يعني بالفرن إذا بقت عندكم تحموها بعدين. يسووا على شكل كرات صغار، قد ما تصغرونها حتى الفطار قد ما تصغروها بعدين راح تختمر. هسه هنا بعد ما كملناها راح أغطيها وانتظرها شوية ترتاح العجينة. شوف حبايب بعد ما ارتاحت العجينة شوف قد حجمها صارت كبير، أنا سويتها صغار. هسه أبدي عندي هاي الصينية مال الفرن دهنت بدهن الزيت، أفرشها بإيدي بهاي الطريقة. ونضيف الصلصة، هي عبارة عن معجون وشوية بصل وبهارات مال بيتزا وكاتشب. هنا أضيف اللحم
ونضيف الجبنة. بعد شنو موجود عندكم تقدرون تضيفوا. أنا عندي فلفل بارد، طماطة، زيتون. هنا بديت أني أكمل بس التصوير واقف ما أعرف، فرجعت كملت هاي الثانية وياكم. هسه أنا هنا بأشتغل ويعني شغلت الفرن على درجة 180، أخليها يعني على الرفل بالنص وأشغل النار الجوة. هنا حبايب بعد ما كملتها، هنا أضيف الطماطة وأضيف الزيتون وأضيف هنا اللي عندي الفلفل البارد. بعد ما كملتها الصينية راح أخليها بالفرن. هاي هنا كملت نص وبعد باقي عندي نص. هنا داخل الفرن شغلت الفرن وصورتها من داخل الفرن. هاي اسمها ميني بيتزا، بس احنا نسميها يعني بيتزا حجم صغير. هنا حبايب بعد ما جهزت شوفوا شلون صار شكلها ومنظرها، طعمها كلش طيب، يعني تنفع للسحور. هذا شكلها بعد ما بردت. هاي هنا حبايب بعد راح افتحها شوفوها، تشوفون العجينة شلون يعني هشة. هاي العجينة هشة صارت وبيضة كلش عجينتها، حتى شوفوها يعني من جوا. هاي العجينة صارت كلش هشة وطيبة. إن شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو، ومع ألف ألف سلام.